شو عم تعملوا عمو؟ نقى خبز. العالم بطرانة بتكب الخبز هون. لك قديش طلعنا واشتع فيه بالأرض. وده العالم بتعطي لحدا بتكبن. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عنا ما كنا نجيله لهون لنقى خبز وناكله. من وين انتم؟ احنا من الحجر. كل عمل هدنة الا الحجر ما عملت هدنة. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا خيام يلم معي خبز. لكن نحطه مع الشوربة من عندنا. كيف عايشين انتم؟ عايشين بس على شوربة المي، على شوربة البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صار لكم على هالوضع؟ إلنا فترة على هالوضع. شو قلنا سنة. اهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا عصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة. وأبي ضايع هويته ما في شي يثبت على شخصيته إنه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معاه شي يثبت. قديش عمرك انت؟ عمري 10 سنين. شو بتتمني؟ بتمنى نرجع على أوضاع مثل ما كانت ناكل كل شي ونشبع مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان. معدته ما بتاكل من هون الجوع من هون ما تستحمل العيشة. أمي طلعت من الجوع بس نحن بدنا الصبر. كل الثورة بيصبر إسا الصبر بالجوع وبهالشي بيصبر إسا. يعني انتو ما معانا حدا معانا الله. يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجها. شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ ما بوجه لشي ما بلا كله طلع تركنا. شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما أكبر بس كله طلع تركنا هون. ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه.